تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الاسم عمي الماحي، مدير مدرسة سيدي مسعود الابتدائية برج مولاي عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار الأنشطة الموازية لمدرسة سيدي مسعود وفي إطار مواكبة المؤسسة الأعياد الوطنية والدينية بالوطن الحبيب، تحتفل المدرسة بمناسبة عيد المسيرة الخضراء. هذا العيد الذي يشكل نقطة أساسية في تاريخ المغرب، التاريخ الذي جعل الأراضي الوطنية تكتمل بفضل مجهودات صاحب الجلالة والشعب المغربي. ومشاركة هذا الجهود، الأندية التربوية بالمؤسسة دأبت أن تقوم بمجموعة من الأنشطة في هذا اليوم المبارك، مجموعة من الرقصات، مجموعة من الأناشيد، الذكر بطبيعة الحال الحكيم، ومجموعة من المسابقات في الرسم وفي الرياضة. هذه الأنشطة بطبيعة الحال وهذا الاحتفاء بالأيام الوطنية تذكي روح المواطنة لدى المتعلم بصفة عامة وتلاميذ مدرسة سيدي مسعود بصفة خاصة. بهذا المناسبة أريد أن أقدم الشكر الخالص لشركاء هذه المؤسسة بما فيها بطبيعة الحال جمعية الآباء ومنظمة الشبيبة الوطنية التي منذ سنوات عديدة وهي تعمل على القيام بمجموعة من الأنشطة بهذه المؤسسة تخدم القضية الوطنية وتخدم القضية التربوية بهذه المؤسسة. فشكرا للجميع وللصحافة بدورها على ما تقوم به من إشعاع في هذا المجال، وشكرا. عليكم. أحمد جبال، رئيس منظمة الاتحاد الوطني للشباب المغربية قاعة كناس النزاهة. اليوم كنتواجدوا بمدرسة سيدي مسعود اللي كتربى بها واحد الشهر في إطار تفعيل نشاط وطني بمناسبة ذكرى 47 المسيرة الخضراء، وبمناسبة كذلك الذكرى المقبلة إن شاء الله هي عيد الاستقلال المجيد. كنحتفلوا رفقة الأبناء والتلاميذ ورفقة الأطر التربوية للمؤسسة ومديرية المؤسسة التحليل الباب ديالها في هذا النشاط هذا في جو عائلي وجو وطني ضحك بحضور جميع الفئات المستهدفه وكذلك رجال الاعلام. وكنشكروا على التقنيه هذه ونتمنوا ان شاء الله نكونوا في حسن ظن الجميع ودائما في خدمه الوطن والصالح العام. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.